حاسس انك مش كفاية، واقف في مكانك مش عارف تبدأ. كل ما تقرب من حاجة حلوة صوت جواك يقولك انت ما تستحقهاش. في الحقيقة الموضوع مش مجرد شعور عابر، هو بيكون شيء اتكون جواك من زمان قوي. لو كنت دايما بتسمع كلمة انك مش كفاية، اصل كان في احسن، دي جت معاك صدفة اصلا مش بجدك واجتهادك. عقلنا بقى بيعمل ايه؟ بيبدأ يصدق فعلا ان احنا ما نستحقش الحب ده، ما نستحقش الفرص، ما نستحقش كمان النجاح. انتوا عارفين المشكلة في ايه؟ ان احنا حتى لما بننجح بنفضل حاسين ان احنا مش كفاية، كمان بنقلل من نفسنا، بنرفض فرص عظيمة هايلة عشان شايفين اصلا ان احنا ما نستحقهاش. احنا مين عشان الفرص دي تجيلنا؟ نقعد نشتغل ونشتغل ونشتغل اكتر من اللازم عشان بس نثبت للناس ان احنا مستحقين المكان اللي احنا فيه. الحقيقة اصلا ان مفيش حد فينا بيتولد مستحق وحد بيتولد غير مستحق. احساس الاستحقاق ده اصلا شيء بيتبني، وقرار بتاخده انك تبدأ توقف الصوت اللي جواك ده اللي بيقلل منك فعلا، وتروح تشوف نفسك زي ما هي. عايزة اتخلص من احساس بقى ان انا مش كفاية، هنعمل نفس الخطوات اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي قبل ده بالظبط. وخليك فاكر ان قيمتك مش مربوطة بانجازات ولا بحب الناس ولا حتى بانجازاتك. انت تستحق عشان انت انسان. وخطوة تبان صغيرة لكنها هتفرق جدا انك تحتفل بانجازاتك مهما كانت صغيرة. تعرف انك تعبت ووصلت بدل ما تستهين بحقك وتقول انا ما عملتش حاجة. الحقيقة انت مش محتاج تكون مثالي، انت كفاية زي ما انت. احساس عدم الاستحقاق ده هو مجرد وهم، لان في الحقيقة انت كفاية. انت تستحق النجاح والحب والحياة اللي بتحلم بيها. وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي تبني ثقتك بنفسك من غير اي شروط. لو حابين نتكلم عن الموضوع بشكل اوسع شوية اكتبولي في الكومنت. وخطوة جديدة، درس جديد، ودايما احنا مع بعض في رحلة المعرفة.